الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة تاع خبز بالسميد فقط. المرة فاتت درت لكم بالفرينة، هاد المرة إلا بالسميد وبمقادير مضبوطة. يعني قيس سميد، قيس الزيت، قيس الحليب، يعني بالكاس تقيسي وجا روعة ما شاء الله. شوفي كيفاش جا، يعني قطني الله يبارك. شوفي كيفاش جا ما شاء الله. خبز مع قهوة حليب مع الماكلة مع لاصوب كيما تحبي ديريه في المناسبات، في الأعياد، في رمضان، في جا الله يبارك. شوفي يعني الصورة هي راهي تبين لك. نروحو للمقادير تاع الوصفة. نروحو للمقادير تاعنا. عندنا هنا مغرفة تاع السكر مع مغرفة تاع الخميرة تاع الخبز، نحطوهم هكذا. نديرو 2 كيسان تاع الحليب دافي، خاطر حنا نقيس الدقيق بهاد الغرفيه. اللي دارت الكاس تقيس بالكاس، واللي دارت الغرفيه كبيره تقيس بالغرفيه كبيره. مادام قست الدقيق بهادي نقيس الحليب بهادي. هذه وحده. راني ندير لكم بالقيس يا البنات باش تعرفوا ديروا سوا. هذه الغرفيه الثانيه. هكذا خلطوا كلشي مع بعض هكذا. هنا عندنا قالكم سيراتو اللي عندها دقيق رطب، دير 3 كيسان تاع دقيق رطب. هذه وحده. هذه 2. هذه 3. قيسوها هكذا. ثلاثة يا بنات. راني نقيس لكم باش تعرفوا نقيس سوا. هادو المبتدئات اللي ما يقدروش يديروا. هاك يا البنات، هذه الغرفيه الثالثه. اللي تحب تقيس بالكاس تقيس بالكاس، اللي تحب تقيس بغرفيه كبيره تقيس بغرفيه كبيره. نخلطوا كلش مع بعض هكذا. نحو هذا الفوي هذا، تخلطي كلشي هكذا مع بعض. بعد ما خلطناه نخلوه يرتاح واحد 10 دقائق ونعاود نولو ليه هكذا. نغطيوه نخلوه يرتاح 10 دقائق ونعاود نولو ليه حتى يتفاعل معانا. بعد ما ريح الخبز العجينه تاعنا 10 دقائق هاي تفاعلت شويه تولي هكا تتلاصق. واش نديرو نص كاس تاع الزيت. لا قستي بالكيسان 3 تاع الدقيق بهذاك الكاس تاع الدقيق هو اللي تقيسي به الحليب 2.5، وهو اللي تقيسي به نص تاع الزيت. مادام قست بهذه نكمل بهذه، ولا قستي بالكاس كيما هذا تكملي بهذايا. ندير نص الكيلة تاع الزيت هكذا. دخلها بشويه هكذا. البنات انا درت لكم القيس بالعبر، يعني كلشي بالقيس، يعني باش تنجحوا في الوصفه هذه. تكون كلشي بالمقادير، الدقيق كي الحليب كي الزيت. هكذا تدخلي كامل هذاك الزيت. خير السميد يكون نوعيه مليحه. السميد تاع دوكا يعني راهو خير السميد يكون شباب باش يخرج لكم الخبز شباب.
كامل هذاك الزيت. نزيدو مع الاخر يعني نص كاس تاع الحليب، تاني نقيسو بنفس القيس اللي درنا به نكملو به، هكذا نص كاس. وهذاك الحليب ندخلوه غير بشويه، ندخليه غير بشويه وتعجني هكذا حتى ندخليه كامل، ما ديريش على خطر. بشويه كي تشوفي الحليب تخلك تزيدي شويه، تفرغي بشويه هكذا 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 هكذا. تدخليه، لازم تدخليه هذاك النص كاس لازم كامل يدخل، ديري بشويه حتى يدخل لك كامل. حتى هي جرات معانا هكذا. نكملو هذاك الحليب ديالنا. هنايا نضيفو مغرفة تاع الخل، مغرفة تاع الخل هكذا في الاخير هكذا. ندخليها كامل هكذا. شوفي كيفاش جات معانا، يعني الخبزة العجينة جارية هكذا. هنا في الاخير نديرو شكارة تاع لاليفور، لاليفور شيميك، ديري شكارة كامل عفوا هكذا. نفرغو هذيك الشكارة هكذا. ما تقولوش يا البنات نسيت الملح، الملح ما نسيتوش، انا الملح نديرو في الاخير كامل. دوك هي ندير الملح، ديروا مغرفه صغيره تاع الملح على حساب الغرفيه. انا درت غرفيه صغيره على حساب الذوق تاعكم، اللي تكبر الغرفيه تاع الدقيق تزيد شويه تاع الملح هكذا. تخلطي كامل، تدخلي هذوك المكونات مع بعض يعني بيدك هكذا. هذا يعني درت لكم السميد، يعني الخبز تاع عفوا الخبز تاع الفارينه، مي هذا خبز تاع الدقيق، خبز صحي يعني دقيق وحده بلا فارينه. وان شاء الله ندير لكم خبز طاجين تاع الدقيق، درت تاع الفارينه، المره الجايه ندير لكم خبز طاجين تاع الدقيق، يعني خبز حاجه تاع الدقيق هي اللي صحيه هكذا. هنا البنات نديرو مغرفه تاع الملح
هكذا. هكا تاع الملح. انا الملح نديرو في الاخير. انا نحلوه بشويه تاع الحليب، نحلو هذاك الملح بشويه تاع الحليب الدافي هكذا. نلوغ الملح تاعنا هكذا ندخلو كامل هذاك الملح هكذا. ندخلو كامل هذاك الملح تاعنا. دوك نغطيو على العجينه تاعنا ونخلوها تتفاعل وتخمر حتى تخمر. نعاود نولي لكم. هاي هنا بعد ما تفاعلت الخميره ديالنا هذه، بعد ما خمرت لنا نحكموا السنيوه تاعنا. هاد التسنيوه انا دهنتها بشويه زبده وبشويه زيت باش يعطينا هذاك الاحمرار اللي من تحت. هاي لك الزبده فيها شويه زبده بشويه زيت باش تجي من تحت يعني لا كولور دوغي وتجي بنينه. واش ندير انا دوكا؟ ندير يدي شويه في الزيت هكذا باش ما تلصقليش العجينه ونجبدها هكذا نلمها هكذا البنات. هكذا هكا تلموا العجينه تاعكم ونهبطوها هكذا. ديري يدك في الزيت تهبط لك بسهوله. نلموا كامل هذيك العجينه تاعنا. البنات من بعد تحليوها هكذا. ديري يدك بشويه تاع الزيت باش تقدري تمشيها هكذا وتحليها هكذا كامل. هاي بعد ما مشيتها كامل باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات بزاف. هاني مشيتها كامل. دوك هنايا درت صفار تاع بيضه مغرفه تاع الحليب ومغرفه صغيره تاع قهوه باش يعطينا هذاك الاحمرار الدوغي. تمشيها كامل بالبانسو هكذا. مشوها كامل هكذا باش تجي لا كولور دوغي شابه من فوق تاع الخبز. هكذا في السنيوه نزيدو نخلوها تخمر يعني حتى يتضاعف الحجم تاعها. والكوشه راك ميزينها راهي شاعله على درجه 180 درجه راهي شاعله يعني تكون سخونه كي ندخلها. شعلاني مسبقا من قبل. هكذا درنا كامل هذاك البيض مشيناه. دوك واش تحبي اختياري. انا ندير شويه سانوج عفوا هكذا شويه سانوج. نزيد هنا شويه جنجلان يعني محمص مغسول محمص هكذا يعطينا الشكل شباب. الزراعه واش حبيتي نتي ديري. ماذا بينا نديرو لولادنا باش يولوا يعرفوا ياكلوا هاد الحوايج لانهم صحيين. يعطينا شكل شباب ومذاق هكذا.
حنا نخلوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها شويه، وندخلها الكوشه تاعنا طيب ونعاود نولي ليكم. عفوا البنات، يعني سمحوا لي نسيت نحكموا الكيردو تاعنا ولا نطرق الشواء، نتقبوا هكذا العجينه تاعنا هكذا باش تتهوى، هكذا تقبيها كامل هكذا وتخليها تخمر، تقبوها كامل. انا تقبتها بالكيردون، التقبيب اللي عندك هكذا، خلوها تخمر يضاعف الحجم تاعها وندخلوها الكوشه. الخبزه تاعنا بعد ما طابت راهي سخونه، هذا خرجتها من الكويزينيا، دوكي تبرد نقطعها لكم، لازم حتى تبرد باش نقدر نقطعها. هاوليك الخبز تاعنا البنات بعد ما بردت تاني قسمتها، هاي جات الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا كيفاش جات، شوفوا السمك تاعها البنات، شوفوا كي تقلبوها هنايا، شوفوا كيفاش جات. شوف هذه كدير لها الزبده والزيت، والبنات يعني ملاحظه اللي ما يحبش يدير الزيت من تحت، انا ولادي يحبوها مقرمشه مزيته، تقدري ديري الفرينه وتحليها بلا ما ديري الزيت. انا درت لها شويه زبده وشويه زيت على جال هذاك، كاين بعض الاولاد ديالي يحبوها يعني مزيته على جالهم، بصح اللي تحب دير الفرينه دير الفرينه. شوفوا البنات، شوفوا الله يبارك، شوفوا كيفاش جات، نقربها لكم. شوف نقسموا الخبز ديالنا هكذا، جا الله يبارك يشهي، والريحه ما نقولكش، يعني بدقيق وخبز صحي جا ما شاء الله. هذا البنات هذا. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم من جديد، ولتدعيم قناتي، وشكرا. شوفوا الخبز كيفاش جا الله يبارك، والريحه يعني بلا ما نقولك، يعني هذا الخبز تقدري تاكليه مع القهوه، تقدري تاكليه مع لي سوب، تقدري لولادك يشربوه به قهوه حليب. شوفي كيفاش جا، يعني يعني الصوره يعني بلا ما نهضر، الصوره هي تعبر. شوفي كيفاش جا متقب. راني نقرب لكم في الصوره، شوفوا كيفاش جا متقب، جا خفيف، جا الله يبارك قطني. المره اللي فاتت درته لكم بالفرينه، هذا درته لكم غير بالسميد وحده. هاوليك شوفوا كيفاش جا، الله يبارك. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.